كل أب وأم يقولان هذه الجملة: نريد أن نربي أولادنا تربية صحيحة. ولا ما معنى صحيح؟ أن نكرر ما تربينا عليه؟ أم نسير وفق ما في الكتب؟ أم نصغي إلى إحساسنا ولو خالفنا الناس؟ في هذه الحلقة نريد أن نهدئ السرعة قليلاً ونفكر سوياً. ما معنى التربية السليمة؟ ببساطة وإنسانية، فالتربية ليست قوانين ونصائح، وليست حباً واحتواء فقط، ولا تأديباً وعقاباً، بل التربية الحقيقية هي علاقة صحية متبادل تساعد الطفل على استكشاف نفسه وأن يشعر بالأمان ويكبر وهو يعلم أنه محبوب. أي أن نربي إنساناً لا طفلاً يطيع الأوامر فقط. هناك مفاهيم كثيرة خاطئة زرعت فينا. الضرب يعدل السلوك؟ لا، إنه يكسر الثقة. أربي كما تربيت؟ وماذا عن الوجع الذي انكتم في الطفولة؟ لا يجوز أن يرد. الرد ليس قلة أدب، بل فرصة ليتعلم كيف يعبر. يجب أن يطيع فوراً. الطفل ليس زراً نشغله، بل روح تتكون. أقرر له كل شيء. المحبة الحقيقية تصنع حرية، لا سيطرة. فكيف نربي بطريقة صحيحة؟ أولاً، الأمان قبل الطاعة. طفلك لن يفضي إليك إذا كان خائفاً منك. كن الحضن لا الحكم. اسمع مشاعره قبل أن تعلق على سلوكه. الحدود ليست قسوة، بل وضوحاً. كن قدوة. طفلك يتعلم منك، لا من أوامرك. تريده أن يعتذر؟ اعتذر أنت له إذا أخطأ، وحتى إن أخطأت كأب أو أم، فهذا أمر طبيعي. فالوعي ليس أن لا تخطئ، بل أن تعود وتعتذر وتبدأ من جديد. طفلك لا يحتاج إلى مثالية، بل يحتاج إلى حضن واعي، وإلى وجه يطمئنه أنه محبوب رغم الزلات. جرب قبل أن تنام أن تسأل نفسك: ما أقرب لحظة جمعت بيني وبين طفل اليوم؟ هل كنت أصغي إليه؟ أم كنت فقط أوجهه؟ هل تصرفت كشخص كنت أتمنى أن أعيش معه وأنا صغير؟ واكتب له رسالة صغيرة، حتى وإن لم تقل: أنا فخور بك. فالتربية ليست اختباراً، بل رحلة فيها أخطاء، ولكن فيها حب واحتواء وبداية جديدة كل يوم. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.